ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشتركاتي الاعزاء في قناتكم قناة نور الخياطة. اليوم باذن الله راح نديرو مع بعضنا موديل بزاف باهي راح يعجبكم باذن الله. وقبل ما نبداو كالعاده ما تنساوش الجيم وخليو لنا تعليق حلو كيما نتوما. هنا البنات عندي مترتين من القماش، وعندي هنايا الطونطيل هذا اللي راكم تشوفوا فيه. من بعد في نهايه الفيديو حنقول لكم شحال التالي. عندي لاستيك وعندي لوبي. نبداو على بركه الله. البنات هنايا القماش تاعنا راهم مطوي اثنين كيما موالفين نقصوا طريقه الداخل في الخارج. ها هنايا الحاشيه تاع القماش كيما راكم تشوفوا فيها. هنا الحاشيه تاع القماش راهي هنا القماش تاعي راه مطوي على اثنين. رايح نبداو القياسات. اول حاجه البنات راح نجي هنا من الجهه المغلقه، رايح ندير الطول تاع القندوره تاعي ونقص عليه 8 سنتيمتر. 8 سنتيمتر البنات هذه راح تجيني هنايا راح تجيني كتاف وراح تجيني منها مروحه. اكيد في القندوره الطول تاع القندوره تاعكم راح تزيدوا حق الخياطه. هنايا اول حاجه البنات واش غنجي ندير هنا من الجهه المغلقه راح نخدم هنا ندير 12 سنتيمتر. حنفتح الرقبه هنايا 12 سنتيمتر ورايحه ننزل هنايا هكذا بالطريقه هذه بقيمه هنا البنات 20 سنتيمتر وندير الخط تاعي بالطريقه هذه. ها من النقطه هذه البنات راح نعين. سامحوني البنات هنايا راني ساعه نعود نزرب ندوخ شويه صبروني. شوفوا معايا هنايا باش تفهموا ليا مليح. هنايا قلت لكم فتحت هنا ب 12 سنتيمتر ورايحه نهبط هنا بقيمه 12 سنتيمتر. من النقطه تاع 12 سنتيمتر البنات هي اللي راح ندير البوطخ تاعي. هنا عندي 28 سنتيمتر ونعين النقطه. وين جاتني النقطه رايحه نربط النقطه هذيك تاع هنايا تاع الصدر مع النقطه هنايا اللي درتها تاع 12 سنتيمتر. رايحه تخرج لي هنايا هكا. هذه هي حدة العيبه تاعنا. هكا البنات. هنايا بالنسبه لدوران الصدر تاعنا حنزيدوا له زوج اتساع وزوج خياطه كيما ما فينا البنات. من بعد البنات راح نهبط هنايا من النقطه هذه راح نهبط هنا ب 21 سنتيمتر وراح ندير دوران الصدر تاعي عفوا الخصر. هنا الخصر عندي البنات 26 سنتيمتر. هنايا في الصدر الخصر زوج اتساع البنات وزوج حق خياطه وزوج حق لي بانس. هنايا حندير لي بانس من الامام. من بعد البنات راح نروح للعرض تاع القندوره تاعي. العرض تاع القندوره تاعي البنات راح ندير فيه 50 سنتيمتر هكذا ونروح للعرض تاع القندوره تاعي. هذا بالنسبه للامام. هنايا البنات تولهوا ليا مليح. هنايا بعد ما قصيت الامام تاعي ها هو هنا حطيته على الخلف. ها هو الخلف تاعنا مفتوح. رايحين تخليوه هنا 1 سنتيمتر دائما تاع الخلف كيما مرتين نخليوها باش بعدا نخيطوها. من بعد البنات واش حنجي ندير الزيادات اللي حنزيد هنايا في الصدر تاعنا هنا من الامام راح نزيد عليه 2 سنتيمتر هاك. هنايا درت 12 حتولي 14 البنات هنا بلا ما حسبت 3 سنتيمتر هنا تاع الخياطه يعني حق كامل 15 هكذا البنات. من بعد هنايا كذلك البنات في الصدر تاعي رايحه نزيد 2 سنتيمتر. رايحه نقعد نمشي ب 2 سنتيمتر هذه زياده كامل. مام لا طاي البنات هنا راح نزيد 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر كامل على القندوره تاعي كامل حتى لتحت. 2 سنتيمتر البنات هذيك تاع هنا القصه راح نديرها من الخلف. حتكون عندي قصه هنا الخلف. هنا البنات باش نرسموا نفس الحد تاع الابط تاعنا راح نهزوا الامام تاعنا هكذا ها ونحطوها الزيادات هذيك اللي درناها هكذا وترسموا حد الابط تاعكم ونقصوا البنات الخلف. ها هو البنات هنا بعد ما قصينا الخلف هنا ها هو البنات الصف اللي حيبقى لي المراوح. هنايا البنات باش ديروا حسابكم في القماش راهو ديما يشرب كيرنخوه. على هذا تقدروا هنايا من الاحسن ديروا مترتين وربع. هنايا البنات تولهوا ليا مليح. رايحه نجي هنا الصدر تاعنا فوق هنا رايحه نخرج هنا بقيمه 11 سنتيمتر. هنا البنات قبل ما نخيط هنايا 1 سنتيمتر تاع الخلف. من بعد البنات هنا في لاطاي راح نخرج بقيمه 14 سنتيمتر. ها هي 14 سنتيمتر ونروح لتحت خلاص البنات هنا ونعين النقطه هذه. ها هي 25 سنتيمتر هكذا ونوصل لنقاط مع بعضها وندير الميطره تاعي هكذا ونفوت على 14 ونروح للنقطه نتاع 25. ها هكذا ونرسم الخط تاعي بالطريقه هذه. هنا فقط البنات نسيت ما قلت لكمش هنا رايحين نديروا عمق الرقبه تاعنا تاع الخلف والامام كيف كيف. حنهبط بقيمه 5 سنتيمتر ورايحه ندير رقبه دائريه هكذا الطريقه هذه. من بعد البنات نديروا القصه هذيك اللي قلت لكم. عفوا هكا البنات الامام والخلف زي بعضها ونقص نديروا القصه تاعنا. فصال المراوح البنات تاعنا هنايا هاوليكم
القماش تاعي اللي بقى لي ها هو حنطويه على 4، ها هو كيما راكم تشوفوا بالطريقه هذه. نبداو هنا البنات التفصال. هنايا عندي ها هي الجهه المغلقه هنا كما قلت لكم راهي مطويه على 4. رايحه نجي هنا اول حاجه ها هي 8 سنتيمتر البنات هنا اللي نحيناها تاع الكتف. رايحه نزيدو عليها هنايا البنات، تقدري تزيدي 10 سنتيمتر، تقدري تزيدي قل كما تحبي. هنا بعد البنات حطيت لهم بلاستيك، رايحين نخليو هنا تقريبا 1 سنتيمتر هكا. هذه من بعد هنايا حتى باش نديرو لاستيك هنايا 1 سنتيمتر. ها هي من بعد نجيبو حرز العبيد تاعنا بالطريقه هذه. ها هي ونحطها هكذا، نميلها البنات مليح هنا باش تجينا. مانيش حنديرها بالطريقه هذه، حنمليها اكثر على قد ما عندي القماش حنمليها باش تجيني فيها بزاف باش تجيني باهيه البنات. هنا بالطريقه هذه ونرسمو حرة العبيد تاعنا هاك. ها هنايا البنات بالنسبه لطول المروحه تاعنا هنايا حنديرو 20 سنتيمتر ونرسمو. شوفوا معايا البنات فقط هنايا بالنسبه هنايا شوفوا 1 سنتيمتر اللي خلينا هنا. ها شوفوا معايا تولوا هذه تاع لاستيك هنايا باش نجيو نقصوا البنات. ما تجيبوش الخط هنا هكذا، تجيبوه بالطريقه هذه نقصوا هكذا. من بعد نروحو نقصوا حيت العبيد تاعنا اللي رسمناها هكذا ونقصوا المروحه تاعنا. البنات شوفوا معايا الدونتيل تاعي راني قسمته على 2. ها هو باش ندير المراوح تاعنا تاع الدونتيل. هنايا بالنسبه للعرض تاع الدونتيل تاعي 18 سنتيمتر قسمته على 2. هنايا نجيو نهبطو هنا بقيمه 18 سنتيمتر البنات كيما درنا في المروحه تاع القماش هنا تاع الكتان. ها هي هنا حنخلفوا 1 سنتيمتر هنا فقط البنات. بالنسبه ل 1 سنتيمتر ما ديروهش قد البنات، راني دخت هنا اللي هي في القماش. رايحين تميلوه شويه باش يجيكم مليح مع الواحد، ما يجيكمش ناقص. تميلي هكذا 1 سنتيمتر تاعك تقصي هكذا من بعد نقصو هكا. هنا بالنسبه للطول نتاع المروحه تاعي هنا تاع الدونتيل عندي 26 سنتيمتر هكذا، ونميل الخط ونفصل بالطريقه هذه. سامحوني البنات فقط في المروحه تاعنا تاع القماش راح نقص هنا، مانيش حنديرها مع قد مع الطابق، راح نقص 2 سنتيمتر هنا هاك. هنا فقط البنات 2 سنتيمتر. نجيبو هنايا قطعه من هنايا الدونتيل. راح نقول لكم هنايا شحال العرض تاعها، عندي 3.5 تقريبا. اما بالنسبه للطول البنات هنايا عندي 50 سنتيمتر. هنايا رايحين نديرو براو خيط فقط البنات كيما هما فين نديرو كشكشه. هاي نديرو براو خيط هكا البنات ونجبدو. ها هو البنات هنايا كيما راكم تشوفوا بعد ما وجزات عفوا الكشكشه هنايا وتخيطوها هنايا ثبت هنا عفوا ديروا خياطه. من بعد البنات نفينوها بلوبي عادي كيما هما الفين. هنايا الخلف بعد ما نخيطوا 1 سنتيمتر هذيك تاع الخلف تاعنا. هنايا البنات انا خدمت هذه الجهه، راح نعطيكم الجهه اللي كيف درتها. شوفوا معايا البنات هنايا الدونتيل قسمته على 2. الدونتيل تاعي قسمته على 2. هنايا شوفوا معايا البنات ها هي رايحه نجي نحط هنايا، رايحه نحط البنات هنايا الدونتيل تاعي راح نحط الوجه عند الوجه. ها هنايا تهزوا البنات شوفوا معايا الدونتيل هنا نهزوه هكذا نخليوه بطرف كبير هنا باش من بعد كي نقلبو ما يجيناش ناقص. هنا ما يجيناش ناقص، راح يلصقنا هنا في حرزه العباد من بعد نقصوها وراح يجينا هنايا. على هذا لازم ديروا الطرف هنايا عالي شويه الفوق هاك. حطوا الوجه عند الوجه عند القصه تاعنا كامل حتى لتحت، ونجيبو هنايا القماش تاعنا هنايا الطرف تاع الخلف تاعنا. ها هو البنات راح نحطو كذلك ها الوجه هنايا على الظهر تاع الدونتيل تاعنا ها بالطريقه هذه هكذا. ونثبتوا البنات بلي زيبانغل ونديروا خياطه. بعد ما نخيطوا البنات ها هو لكم بعد ما نخيطوه راح نقلبوه على الجهه هذه هنا. ها هاك حيجينا الوجه ها هاك بالطريقه هذه. من بعد البنات نزيدو نثبتوا الخياطه هنا. هما البنات هنا من بعد ما درتها وخيطتها كما راكم تشوفوا هنا فقط البنات كيديروا هنايا حدوها من بعد حكموا بلي زيبانغل وديروا الخياطه هنايا باش تجيكم فينيه هكذا ما يجيكم فيه حتى مشكل. من بعد البنات واش نجيو نديرو هنايا ونفينيو هنايا فقط الرقبه من البيت كيما هما فين البنات عادي نفس الشيء كما الامام كما الخلف. هنايا نجيو البنات هنايا المراوح تاعنا
انا هاوريكم كيفاش حطيتهم. ها هم عادي، حطيت الدونتيل فوق القماش تاعي، الظهر تاع الدونتيل فوق الوجه تاع القماش كما راكم تشوفوا. في نوت عفوا البنات بلو بيي كيما موالفه عادي هكذا. من بعد هنا راح نجيب لاستيك تاعي. هنايا لاستيك تاعي عندي هنايا الطول تاعو 18 سنتيمتر كما راكم تشوفوا، 18 سنتيمتر. رايحين ندخلوها البنات هنا وثبتوا الخياطه من هنا ومن هنا. ها بالطريقه هذه. ها هو لكم فاش حيجي. ها ثبتي من هنا من هنا. من بعد البنات واش نجيو نديرو؟ رايحين نحطوا عادي. ها المروحه تاعنا هنا بالطريقه هذه. ها هي هكذا ونخيطوا، ونفس الشيء الجهه الثانيه هكذا. من بعد البنات نكفوا عفوا نكفوا هذه الزغبه اللي بقات لنا هذه تاع هنايا من تحت الكليبات، ونلموا القندوره تاعنا ونشوفوها في الاخر مع بعضنا. يعني التصوير ماهوش عاطي لها حقها كما راكم تشوفوا. ها ديك المروحات تاعنا كيفاش خرجوا. بالنسبه هنايا لاطاي راهو ماهوش تاعها، يعني كبير عليها شويه في لاطاي كما راكم تشوفوا. خرجت ما شاء الله مع لي بوطون اللي درت لها للخلف. نتمنى البنات الموديل تاع نهار اليوم عجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير في فيديو اخر باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.